فدي الطريقه اللي بيشتغل بيها اعتقد يعني. حقيقي. في كتاب دكتور شريف إنسان بعد التحديث هو شرح بالتفصيل مراحل تطور النفسي للإنسان. فالحقيقة أنا حاطة مجموعة من الأسئلة النهاردة، بس وأنا جاية في الطريق خطر ليا سؤال كده فقلت له نزوده وهو وافق. يعني هو متواكب مع حدث فني حصل اليومين اللي فاتوا، وهو نزول الألبوم الجديد للفنان عمرو دياب. طبعا انقسمت الناس على السوشيال ميديا ما بين ان ناس بتحب عمرو دياب ايا كان اللي بيقدمه، حتى لو هي الاغاني مش بنفس الكلمات الحلوه بتاعت زمان والاحساس بتاع زمان، وفي ناس تانية تقول لك لا خلاص انا كبرت وهو ما كبرش معايا، هو دلوقتي بيخاطب فئه عمريه تانية سواء في الكلمات او حتى في مظهره بلبسه والحلق والشعر وكده. فعمرو دياب طبعا ظاهره اكيد، وان هو محافظ على القمه من سنين طويله، فلو هنتكلم عنه كتحليل نفسي من حضرتك لظاهره عمرو دياب وللمتابعين بتوعه اللي هم من اجيال مختلفه تماما وانقسامهم دلوقتي الى حد ما، يعني هو الهضبه ستيل الهضبه يا جماعه، يعني كلنا بنحبه. حضرتك شايف التجربه ازاي؟ هو ممكن ابص لها كماركتنج، يعني هو ازاي قدر يتربع على العرش لفتره طويله جدا. انا شايف ان ملحوظه اللي حضرتك قلتها لي كان عمر طاهر اللي قالها يا راجل ننسى الراجل احنا بنحبه كاتبنا المحبوب الجميل عمر طاهر كاتب بوست يعني بدخوله قربا عن البوم الاخير لعمرو دياب، هو طبعا وجهه نظره يعني بنوجه له كل التحيه. فالدكتوره كانت قالت لي يعني ان هو قال جمله كده ان انا كبرت وهو لسه في المرحله اللي هي القديمه. المبدا ده يدل ان هو ناجح كتسويق، ان هو بيطول عمره، لان هو لو فضل معانا احنا مش قوه شرائيه اني مور. هو لو خاطب التينيجرز بقى اللي هيعلقوه بوستر في اوضهم ويشتروا بقى الحاجات اللي هي يحضروا حفلات وما اعرفش ايه، احنا مش هنعلق بوستر. عدينا المرحله دي، احنا عدينا المرحله دي. لكن هو محتاج عشان يطول عمره محتاج ان هو يعني ينقل الشريحه، يفضل في شريحه اصغر طول الوقت عشان يضمن ان هو هيكبروا وهو معاهم برضه. فاظن الاستراتيجيه دي وهو بيتعامل حتى مع الكتاب والملحنين وبرضه بيختار سن صغير، اغلب الناس اللي بيكتبوا كلماته عشرينات، فهو متعمد ده، هو قاصد ده. واظن في فريق ماركتنج كبير حواليه، يعني بيبقى ملحوظ جدا في صفحاته والحاجات دي بهدف ان يفضل متربع على القمه، لان هو لو كبر معانا بشكل ما هيفقد فعلا قلقه مع الاجيال الجديده. وده حصل مع فنانين كتير، لان احنا شايفينهم اعظم فنانين وما اعرفش ايه، بس الجيل الجديد هو مين فلان ده يعني ما اعرفش، لان هو لم يواكب ولم يكسب الطفل الصغير ده او الشاب الصغير. بس فده يدل يعني ان مفيش حد يقدر يربح الكل، خلاص هو ثمن الموضوع ده ان في ناس اللي كانوا بيحبوك زمان ممكن يبعدوا عنك، لكن هتكسب ان انت هتطول عمرك الفني بشكل من الاشكال. والجمهور متنوع في النهايه، انا ما اقدرش اكسب الناس كلها. يعني لما الاقي حد مش حابب كتبي بتفهم ده جدا جدا، ده طبيعي. انا هو عايز الحاجات العلميه والكلام ده لا يلزمه في شيء، ما انا متفاهم ده خلاص. كل اولى اختلاف الاذواق لا برد السلع، وانا عارف ثمن اللي انا بعمله ده، عارف ان في ناس هتستثقله او ناس هتلاقي وفي نفس الوقت في ناس ثانيه هيقولوا لما الاقي الصفحه فيها مراجع علميه مكتوبه تحت الراجل ده تعب وعمل ريسيرش وبتاع، فتمام. فده الدرس المستفاد بالنسبه لي من عمرو دياب. هو ذكاء ان الواحد يكتب اللي هو حبه واللي هو حاسس بيه ويقدمه بشكل لائق، ويحاول ان هو يتارجت اكبر عدد ممكن يعني. بالظبط. في ظل الظروف الاقتصاديه الصعبه والاجتماعيه الصعبه، هل حضرتك بتجد ان علوم التنميه الذاتيه ممكن تكون الى حد ما يعني حكر على الطبقه الفوق متوسطه؟ الطبقات الاقل من كده بالنسبه لها ممكن تبقى رفاهيه شويه ان احنا نقعد نتكلم معاه في ده، او ان هو يقرا عنها او يحاول يطبقها. الناس بتبقى مطحونه طول اليوم في كذا عمل علشان بس يقدر يعني يجيب مقومات الحياه الاساسيه. شايف ده ازاي؟ السعاده ما هياش رفاهيه. سعاده رفاهيه لو احنا بصينا لها ان واحد قاعد في شاليه على الساحل وقدامه كوبايه مش عارف اللي عليها مظله اناناس اناناس هي مظله وبتاع، هي دي لو دي السعاده يبقى هو رفاهيه طبعا. لكن فكره السعاده اللي احنا بنتكلم عنها هي طيب الحال او الرفاه او حسن الحال الذاتي. انا بترجمها، هي ليها ترجمات كتير. حاجه اسمها سبجكتيف ويل بينج. ايه سبجكتيف ويل بينج دي؟ دي الطريقه اللي مركز جالوب بيصنف بيها الدول حسب مستوى السعاده. الناس دي بتصرف ملايين عشان تصنف الدول على مستوى السعاده. ليه؟ هل الموضوع تفاهه منهم مثلا؟ الموضوع يعني لا، الموضوع ده بينعكس على الاقتصاد بتاع البلد،
بينعكس على الصحه النفسيه بتاع الناس اللي فيها. ده مقياس من مقاييس الصحه النفسيه. انا مش بتكلم ان الانسان سعيد وفرحان، لا، حسن الحال، الانسان عايش كويس، انت حالك كويس، انا تمام. الشخص ده هيعرف يشتغل كويس، هيقدر يتحمل المشاكل اللي بتواجهه في الحياه كويس، هيقدر يخطط لحياته كويس، هتكون علاقاته باللي حواليه كويسه، هيربي ولاده كويس، هيربي ولاده كويس، صراعات اقل في حياته، هيحل مشاكله بشكل اكثر كفاءه، هرمونات التوتر في دمه هتكون اقل، وبالتالي الامراض اللي هيتعرض لها، الامراض الجسديه اللي هيتعرض لها هتكون اقل، وبالتالي ده هينعكس على الخدمات الصحيه اللي موجوده في البلد، يعني هينعكس على اقتصاد البلد نفسها، الضغط على القطاع الصحي. فالموضوع ما هوش رفاهيه خالص. الموضوع الشخص اللي بيعاني هو محتاج يتعلم تقنيات تخليه لا يعاني. يعني ده بمنتهى البساطه ان يشوف الجوانب الكويسه في حياته ويبني عليها. مثلا يعني ما هي في حاجه تكنيكس، ما هي في تولز بقى، منها مثلا ان انا ابص للجوانب. ده تدريب اللي هو تمرين الامتنان، 3 جود ثينجز. ده بيقول الانسان قبل ما ينام كده افتكر كده 3 حاجات حلوه حصلت في حياتك، او 10. انا بالنسبه لي 10 حاجات حصلت خلال اليوم، فكر فيها كده ايه الحلو اللي حصل في حياتي النهارده، يومي الكويس اللي حصل فيه. لان الحاجات السلبيه بتلزق وتاثيرها على المخ اكبر من الحاجات الايجابيه، فانا لازم اتعمد ان انا اجتر الايجابيات متعمدا عشان تاثيرها يفضل ميمورابل بالنسبه لي واقدر اثر في حالتي النفسيه. فده من التدريبات اللي بتتعلق بالموضوع ده. تاني حاجه ان تدريب مثلا ان انت تبسط نفسك بالحاجات الصغيره التافهه، ان انت تركز. وده بيصنفوه يعني تبع المديتيشن وبتاع، بيقول لك ان انت لو بتاكل حاجه، هو في التدريب ده يقول لك حته زبيب مثلا، تقول لها كده حطها فوق بغمض عينك وتخيل طعمها كده والعصاره وهي طالعه كده في اسنانك، وتخيل الرحله اللي قطعتها العنبايه دي من ايام ما كان في مزارع بيزرعها وطلعت. بقى موضوع كبير قوي. ده عايز فضا، ده واحد قاعد فاضي. لا مش فاضي، ان انت هتلاقي ده هتلاحظيه. لا هتلاحظيه في كتابات عمر طاهر على فكره، ان هو هتلاقي حاجات بيتكلم في حاجات يعني بيوصف المسقعه وصف مثلا انه بيتكلم مثلا كان في مأجر اوضه وكان في عنكبوت كده في الحمام معشش، فكان يبص كده صديقي العنكبوت اطمن عليه كل يوم، يقعد يلعبه كده، كان هو حتى كان بعقب السيجاره كده يروح ملاعبه، فيجي يروح قاصص الحته دي موقعها ومش عارف ايه. فهي دي حاجه ممكن الواحد يبص لها نظره سلبيه، يا عم عنكبوت في الحمام، يا عم ده اللي انا فيه ده وكده. لكن في واحد ممكن يبص لها نظره، يا عم ده حاجه لطيفه، ده ايه اللي يا عم ده كيوت، حاجه ظريفه وما اعرفش ايه. فالسعاده بتكمن في التفاصيل الصغيره مش في الصوره الكبيره. دي وهم كبير جدا ان الانسان يعتبر ان السعاده دي الهدف العظيم الكبير اللي هحققه وما اعرفش. او الناس اللي بتقعد تستنى ان حاجه كبيره قوي تحصل عشان يفرح. بالظبط. بينما هو في يومه ممكن تبقى في حاجات بسيطه فرحته. مظبوط. دي السعاده الحقيقيه، دي نظره حقيقيه للسعاده على فكره، لان الهدف الكبير قوي يعني في حاجه بيسموها اكتئاب ما بعد المونديال. ان شخص عايز يوصل للميداليه الذهبيه ويقعد بقى طول عمره قاعد يستعب ويشقى وبتاع، وفي الاخر وصل للميداليه الذهبيه والعالم كله بيسقف له وجرايد نشر صور وما اعرفش ايه. تخيل شعوره وهو راجع البيت وبعد ما كل ده خلص، يعني طب وبعدين انا فين؟ يعني خسرت كل اصحابي وانا بتدرب 17 ساعه في اليوم وماليش علاقات اجتماعيه، طب ايه الهدف اللي جاي؟ طب خلاص هو تشيك خلاص ما فيش هدف تاني. ففي ناس بتكتئب لما بتوصل لمرحله ان هو حقق كل ما يمكن ان هو يحققه، لانه ربط فكره السعاده بوجود هدف نهائي. طب انا وصلت للهدف النهائي خلاص، ايه اللي بعد كده؟ يا اما يحط هدف تاني بعده، وده شيء مهم ان الانسان يبقى طول الوقت فيه اهداف، لكن في نفس الوقت ما تاجلش سعادتك واستمتع بالرحله نفسها. السعاده ممكن تبقى في كوبايه شاي بنعناع في البلكونه، ممكن تكون في لحظه كده قاعدها مع اصحابي في القهوه وبتاع وتمام، ان انا قاعد لوحدي في الاوضه كده مسترخي واحد بفكر ان يا عم انا عندي صحه وعندي بيت وعندي سرير مريح واركز في التفاصيل اللي حواليا. فكره المديتيشن نفسها، في حاجه اسمها مايندفول مديتيشن، الانسان يستخدم كل حواسه الخمسه، ايه اللي انا سامعه دلوقتي، ايه اللي انا شامه دلوقتي، ايه ملمس الكرسي اللي انا قاعد فيه، ايه الحاجات اللي بتحصل حواليا بتفاصيلها. هلاقي ان انا لا اعاني حاليا. يعني هتلاقي ناس كتير لو فكرت في اي حاجه بتنغص عليك غالبا هتكون يا اما حاجه حصلت قبل كده، يا اما حاجه انت بتفترض وخايف منها هتحصل في المستقبل مش موجوده هنا ناو. هي دي يا دكتور فعلا ان احنا مش بنعيش اللحظه بالظبط في اللحظه، وممكن نبقى مبسوطين بنفكر في اللي فات او في اللي جاي، فده بيفسد علينا لحظتنا طبعا. بالظبط. فالسعاده هنا والان، انا سعيد يا عم دلوقتي، ايه المشكله؟ يعني جو لطيف اهو، قاعد صحبه حلوه وقاعدين بنتكلم وعندي من البال الرائق ان انا لا اعاني لدرجه ان انا بحضر حاجه زي دي في مكتبه في بتاع، يبقى انا مثقف لدرجه معينه من الثقافه، ناس كتير ما عندهمش الموضوع ده.
ابقى سعيد دلوقتي، مش لازم اجلها لما يحصل حاجه كبيره يعني. صحيح. في زمن السوشيال ميديا وحضرتك اكيد بتتابع، بتشوف التشتت الفظيع اللي بيحصل لنا كلنا، الناس اللي بتقعد تسكرول طول الوقت وبتشوف بقى هو خليط في محتويات هادفه وفي حاجات يعني تافهه، لكن ما حدش بيقدر برضو ان هو يخليه طول الوقت في الهادف. غصب عنك التافه ده بتفتح شوف ايه اللي حصل، الناس بتقول ايه كده، يعني اللي هو fear of missing out يعني. ايوه. ازاي بنشوف الحاله دي وازاي نقدر نتحكم في وقتنا اكتر احنا واولادنا كمان؟ يمكن اولادنا بيعانوا اكتر من الموضوع ده. احنا محتاجين دلوقتي سكيل ما كانتش موجوده قبل كده، وهي ترشيد الانتباه. ان احنا انتباهنا رايح في حاجات بيروح في البلاعه، يعني في بلاعه كده مفتوحه على الموبايل، انتباهي رايح فيها رايح ومش مستفيد بيها اي حاجه. ففعليا لازم اتعمد ان انا احط وقت شاشه معين. انا بفتح الفيسبوك، انا قبل ما ادخل انا فاتح الفيسبوك ليه؟ داخل اشوف الاخبار، داخل اشوف فلان عمل ايه، داخل اشوف فيه ابديتس ولا لا. لا، ما انا هقول لحضرتك، انا ببقى فاتحه اشوف النوتيفيكيشن بالظبط، وهبوست حاجه على الصفحه او جروب، ابص الاقيني فتحت في حاجات ثانيه للاصدقاء وجروبات وبتاع وقعدت ساعه. عشان كده حط الهدف من الاول، نفسي ابطل الموضوع. اعمل الهدف من الاول، حط انا داخله عشان كذا، خلاص ده كده ده اتعمل، شكرا ده اتعمل، خلاص انا دخلت في الدوامه بقى. بعد كده كل ما يتجاوز هذا الهدف انا وقعت في الدوامه. رقم 2، اقفلوا النوتيفيكيشنز. مفيش حاجه اسمها نوتيفيكيشنز، انا قافل كل النوتيفيكيشنز اللي بتيجي من الموبايل، الاشعارات اللي بتيجي تن موبايل رن كده في اشعارات، لا اقفل الكلام ده كله، ملوش اي لازمه. مثلا الشغل، مثلا الجروب بتاع الشغل او الحاجات المهمه الارجنت، لكن ان فلان عمل لايك لمعرفش ايه، ده لا يستحق ان انا اقطع تسلسل حياتي ويومي عشان اروح اشوف ان فلان عمل لايك، ده تراب. او نقرا الكومنتس على موضوع عام، بالظبط، اراء الناس ايه، ده مصيبه رفض، ده بالظبط. ده انا عايز اقول لك ان قاعده مهمه جدا للناس الانفلونسرز، بيقول له ما تقراش التعليقات، ان في مليون تعليق، هتقعد تقرا مليون تعليق وهتنفعل، في واحد فرحان واحد زعلان، واحد فرحان واحد زعلان، انت ولو تورط ورد عليهم بقى كمان بالظبط. بص، التعليقات والتويتس والحاجات اللي هي فيها شحنات انفعاليه، جهازنا العصبي غير مهيئ ان هو ياخد هذا الكم في هذا الوقت الصغير. انا ما اقدرش اتحمل كل ده، الموضوع اوفر ويلمنج جدا لدرجه انه هيأثر في حالتنا النفسيه. انا مش مطلوب ان انا ابقى فرحان وزعلان بعدها بشويه وفي واحد في اقصى قرى معرفش فين قاعد وبيشتم فلان الفلاني، انا مش هقابله في حياتي العاديه، ولا هو في الدايره بتاعتي، ولا هو من مستواي الثقافي ولا مستواي الفكري ان احنا نقعد نتكلم. يعني طب حضرتك بشكل شخصي لو لقيت حد دخل قال لك كومنت مش حلو بعمل له هايد، بعمل له هايد، الا لو شتم بشكل متجاوز. يعني ده حصلت مره كده، ناس تجاوزت يعني، ناس غريبه فده بلوك، يعني اللي هو تجاوز بقى، انت بتشتم انت لا خلاص. انما واحد بيتريق بشكل مش عاجبني، فانا بقول هل هو تجاوز ولا انا اللي كده، فبعمل هايد وخلاص. خليك في الصفحه، بس هعاقبك ان الناس مش تقرا اللي انت كتبته ده بس. وفي نفس الوقت احيانا يعني الحاجات المثيره للجدل ما بحاولش اقرا التعليقات بتاعتها خالص، قافل النوتيفيكيشنز تماما. وفي كذا تجربه اتعملت، قال ان البرودكتيفيتي بتاع الانسان بتقل لو حاطط الموبايل قدامه في مجاله البصري، حتى لو مقفول. وكل شويه يبص فيه يعني، حتى لو مقفول بيقول لك على مستوى اللاوعي، هو بيستنسف جزء كده من الانتباه، ان انا عارف اللاوعي عارف ان ده مصدر معلومات، في نوتيفيكيشنز تطلع، في ناس بتكلمني فيه مش عارف ايه، ففي جزء من انتباهي كده رايح للديفايس ده. فدايما انا بشتغل بحطه ورايا، بحطه في حاجه كده وبشتغل، خلاص مش موجود قدامي، خلاص ورا ظهري، ليترالي ورا ظهري بس. لو هنتكلم شويه بقى عن الكاريكاتير، وحضرتك مبدع فيه جدا طبعا، متابعين رسوماتك الجميله، شايف في علاقه بين الكاريكاتير وبين علم النفس؟ وهل في موضوعات تقدر تعبر عنها بالقلم والرسمه احلى ما تعبر عنها بالكتابه؟ مظبوط. يعني في حاجات لو الرساله مباشره هي معلومات وعايز اوصلها للي قدامي، احسن ان انا استفيد فيها بالكتابه. لكن في حاجه انطباعيه ممكن يتم التعبير عنها بحاجه بدون رسمه بدون تعليق. الاداه دي اكتشفت انها قويه جدا لدرجه انها بتوصل رسائل ابعد بكتير جدا من اللي انا اقصده اصلا. يعني حتى كان في كلمه بسمعها زمان، ان العمل الفني له حياه مستقله عن صاحبه. ده فهمته في الكاريكاتيرات اللي بعملها بدون تعليق، الناس بتفهمها بطريقه بكذا طريقه فعلا بالطريقه دي. يعني انا فاهمه ازاي، يعني في كاريكاتير مش عارف حضراتكم شفتوه ولا لا، واكتر كاريكاتير اتسرق اللي هي يعني الناس بتشيل التعليق وبتاع، مواقع اجنبيه وحاجات كده. كاريكاتير واحد واقف على ناصيه كده،
وفي واحد كان ناس كده ماسك مقشه، والضوء مصدر الضوء كده جاي ورامي على الارض، شكل الضوء بتاعه واحده جميله جدا. الظل. الظل بتاعه اللي الراجل شايفه اللي واقف على الناصيه. انا شفته فعلا كتير، ده بيظهر لي كتير. ده انا اللي عامله. انت حضرتك؟ انا طبعا. والله. المقشه دي كانت شعر البنت، مش عارف مناخيره، مش عارف ظهره، كتفه، مش عارف ايه، فتبين انها واحده جميله. والتاني واقف بقى منبهر وباصص للخيال ده وما اعرفش ايه. فرسمه ظريفه تمام، مفارقه بصريه ما يعني. ففي ناس فهمتها ان مش دايما اعتقاداتنا هي الحقيقيه، في ناس فهمتها كده. في ناس بصت ان في ناس فهمتها عن التحرش، الناس اللي بتتحرش هو شايف كل حاجه مثيره بالنسبه له، فده تدل على التحرش. الحقيقه ليست كما تبدو يعني. او لا، ان في ناس عندها النيه السيئه ان هو بيفسر كل حاجه بشكل سيكشوال يعني. فانا ما كنتش اقصد كده خالص، بس تتفهم كده فعلا. في واحد تاني بص ان احلامنا مش حقيقيه. في ناس بصت ان نظره للمراه مثلا مش كويسه. في واحد بص للموضوع ان يعني، فكل رسمه انا اقصد بس المفارقه البصريه هي اللي كانت حاجه هزليه، كاريكاتير هزلي، كل واحد بقى اسقط عليها البروجكشن بقى هو اللي هو معتقداته وافكاره وحطها في الرسمه دي. فالكاريكاتير بيحتمل ده اكتر من الكتاب. فانا اكتشفت عشان كده بتسمعي كتير الكاريكاتير ده بيعبر عن مقالات كامله في هذا الموضوع. ده بسبب موضوع البروجكشن، ان هو بيطلع افكار، بيتعامل مع خيال الشخص نفسه. فن الاختزال كمان، انت اختزلت كذا صفحه في رسمه بسيطه. صحيح، اكيد طبعا. ده جانب برضه طبعا. ده جميل جدا. احنا نبتدي ناخد اسئله حضراتكم وهنرجع تاني سؤال كمان. اتفضل يا فندم. اتفضل. دكتور احمد هاشم. اهلا دكتور. استاذ جراحه العظام كليه طب جامعه الزقازيق. نورتني يا دكتور. انا ليا عظيم الشرف ان اقابل حضرتك النهارده، وشدني جدا العنوان اللي حضرتك قلته الندوه. واحب اقول لك انه التنميه البشريه وما تكتبه لدكتور شريف هو عمل ايجابي 100%. انا على مستواي الشخصي غير في حياتي المهنيه وحياتي الاجتماعيه من سنوات طويله. انا احب اقول لك انك تصنع وجدانا تغير افكارا، بعد قراءتنا لكتبه يتحول لدينا اليأس إلى أمل، والإحباط إلى تفاؤل، ومحاولات الفشل إلى طرق أبواب كثيرة للنجاح. كتابك الأخير الذي قرأته وهو لماذا يريد الرجل وترفض المرأة، آتي إليك محملة بسؤال من زوجتي وهي أيضا طبيبة وأستاذة جامعية. قالت لي طالما انت رايح تقابل الدكتور شريف اساله سؤال ويا ريت يعمل لنا عنه كتاب. قلت لها ايه السؤال؟ قالت لي قول له لماذا تريد المراه وينام الرجل؟ شكرا. ده كاريكاتير بقى، ده ميزه الكاريكاتير. اتصرف بقى حضرتك. ميرسي يا فندم. شكرا يا دكتور للكلام الجميل ده يعني، واشكر حضرتك والله يعني. ده من اقل مشاعر والله. ربنا يخليك يا فندم. شكرا يا فندم. المهندس ناصر اللقاني، القارئ والناقد والصديق العزيز. مساء الخير. مساء النور يا باشمهندس. سعيد جدا بوجودي في اللقاء النهارده، وسعيد جدا بالكلام اللي حضرتك قلته كله. والدكتوره غاده طبعا معودانا على اللقاءات السريه والبديعه دي. في الحقيقه انا يعني حساس جدا لفكره الساينس والسودو ساينس. فانا قاعد من الاول بشوف كلام، معلش يعني بقى اعذر، لكن ما لقيتش اي ملمح لسودو ساينس. يعني حضرتك لما عملت الخط ده حطيت خط واضح وحاد جدا بيفرق بين الساينس والسودو ساينس، ما هو ساينس وما هو سودو ساينس. في الحقيقه العلوم الطبيعيه منذ يعني اواخر القرن 19 واوائل القرن العشرين مع كارل بوبر ومع فلاسفه العلم حطوا المنهجيه بتاعه العلوم الطبيعيه. وفكره الفلسفيكيشن اللي انا سعدت جدا حضرتك اشرت ليها، انه الدكتور بيقول لحضرتك طلع لي الحاجه الغلط اللي عندي دي. وانا اعرف انه العلوم الانسانيه من بدايه القرن العشرين وهي بتحاول تجد المنهجيه الموازيه للعلوم الطبيعيه. فكره الظاهره والمشاهده وفكره
الفرضيه وفكره النظريه. العلوم الانسانيه عانت كتير من السودو ساينس اللي كان بيعلق بيها طول الوقت. دلوقتي يعني احنا عندنا مصادر جميله جدا لان احنا طبعا علم النفس والطب النفسي حتى كان بيتهم احيانا بالسودو ساينس لفترات طويله. صحيح، فرويد والتحليل بالظبط. النفسي طبعا. بالظبط. فاحنا عندنا دلوقتي المصادر، يمكن حضرتك اشرت لمصدر عظيم، كنز عظيم اللي هو الايفاليوشنال سايكولوجي. ده كنز عظيم بنطلع منه كل الدوافع وكل الجوامل اللي ممكن نستفيد بيها ونطلع منها نظريات فعلا حقيقيه. في مصدر تاني وكنز تاني اللي هو علم النفس الوسيط، اللي هو قبل النص اللي في النص الاول من القرن العشرين. التحليل النفسي، التحليل النفسي وعلم النفس التحليلي. ويعني مثلا كارل يونغ طلع منه مايرز بريجز تايب انديكيتور MBTI بالعظمه بتاعتها. هي بالمناسبه MBTI نفسها بتلعب في المنطقه، بتحاول تبعد عن السودو ساينس، ولكن انا قصدي ان ده مصدر تاني. يعني المصدر الاولاني علم النفس التطوري، المصدر الثاني علم النفس الوسيط اللي هو قبل ما نتحول تماما لكيميكالز وادويه وحاجات زي كده. فيعني انا شايف بصراحه سعيد جدا ان حضرتك الصوره واضحه قوي كده. احنا فين؟ السودو ساينس بيبدا من هنا وماشي لغايه هنا، وبعد كده احنا بنكمل ساينس. فسعيد جدا، ويعني اتمنى حضرتك المزيد والمزيد. ربنا يخليك يا باشمهندس. سؤال حضرتك على فكره مهم، وانا حابب برضو استطرد فيه برضو. باشمهندس بيسال عن العلوم الكاذبه، السودو ساينس اللي هو العلوم الكاذبه ولا العلوم الحقيقيه؟ وهو بما انه راجل باشمهندس يعني ده من العلوم الطبيعيه اللي هو فيها منهجيه 1 زائد 1 يساوي 2، وانا خلاص عملت التجربه اثبتت كذا، وخلاص اللي عملنا العماره وما عملنا الاحمال ما اعرفش ايه ما وقعتش، خلاص هي العلوم واضحه جدا وصريحه. لكن لما نيجي نتكلم عن النفس الانسانيه هنلاقي من اول ما ظهر علم النفس اصلا كعلم يعني بينظر ليه دلوقتي بالمعايير فلسفه العلم ان هو علم كاذب. يعني التحليل النفسي فرويد يعني بعظمته وبكل انجازاته العلاجيه والمبادئ اللي لسه شغاله لغايه دلوقتي ما بداش بتجارب علميه. يعني الراجل كان يعني يونج مثلا كان بيجيب واحده ست بتهلوس عندها مانيك ابيسود وقاعده بتهلوس، ويقعد يكتب ورقه كده الهلوسه اللي هي بتقولها الشمس طالع منها عمود، كويس طالع منها عمود، وايه كمان طالع منها ايه تاني، وتقعد تقول الكلام ده، ويقعد يبص في الاساطير القديمه ويلاقي ان في اسطوره في الاساطير الاسلك في مش عارف عمود طالع من الشمس، فدي ترمز للمش عارف ايه وبتاع. فده كله طبعا دلوقتي لو واحد عمل الكلام ده دلوقتي بمعايير علميه يا عم اللي انت بتقوله ده. في نفس الوقت يعني انا اكتشف ان يونج بالذات طلع منه تقسيمه الشخصيات اللي اتبنى عليها بعد كده البيج فايف واللي اتطورت بقى البيج فايف. فدي معضله في العلوم الانسانيه، ان الانسان ما تقدرش تعمل عليه تجربه لان في عوامل هاجي لحضرتك دلوقتي لان في عوامل كتير داخله في الموضوع. العلم النفس الحديث بقى عمل ايه في القصه دي؟ في علم النفس الايجابي لما ظهر حاول ان هو يتفادى فكره التحليل النفسي وان انا احط نظريات كبرى والعقل الباطن ما اعرفش ايه والدوافع ايه والما اعرفش ايه بدون ما اعمل تجربه قاطعه. علم النفس الايجابي مبني على حاجات كوانتيتيف وليس كواليتيف. يعني ما بيعتمدش على اجيب واحد قدامي يقعد هلوس او اقعد احكي واشوف بقى حل للكلام اللي بيقوله، لكن معتمد على تجارب وارقام. ان انا عندي مثلا طريقه انا بدعي مثلا ان يا جماعه اللي بينام قبل ما ينام يقعد يفتكر 10 حاجات حلوه خلال اليوم، دي هتزود سعادته. يلا نجيب 2000 واحد اقعد نمارس الموضوع ده لمده شهر، كل مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع، ونجيب مجموعه ضابطه هنديهم تدريب تاني خالص قبل ما تنام العب ضغط مثلا، او قبل ما تنام اتفرج على فيلم او وات ايفر الحاجه دي. وبعدين هنيجي بعد نهايه الشهر نشوف نسبه كام في الميه من الناس دول تقييمهم لسعادتهم عالي في خلال الفتره دي. بقينا كوانتيتيف ارقام طول الوقت عشان نهرب من فكره التحليل النفسي، نهرب من فكره الكده. وده ميزه وعيب. في ناس بتمدح ده ان هو انضباط بقى ومعتمد على الميثودولوجي العلميه اللي معتمد على ارقام وتجربه وبتاع وملاحظه وكده، وفي ناس بتنتقد علم النفس الايجابي ان هو بعد عن النظريات الكبرى
ان انت ما بقتش بتقول لي بقى الطفوله واللي مش عارف ايه وعلاقه الاب بالمش عارف ايه والحاجات دي، فقيد شويه الخيال. لكن لما بقعد بقى مع اطباء نفسيين ومعالجين نفسيين بلاقي ان التحليل النفسي مازال اداه من الادوات اللي بيتعامل بيها مع العيان. انت بيجي لك داخل عندك عيان او عميل او وات ايفر انت بتشتغل ايه، انت عندك صندوق ادوات، انت كواحد متخصص في النفس الانسانيه عندك صندوق ادوات. في واحد ينفع معاه التحليل النفسي، ينفع جدا. علاقتك بامك كانت عامله ازاي، علاقتك بابوك كانت ازاي، مين اللي رباك، مين اللي ده اللي هينفع معاه. في واحد تاني جول اورينتد، هو عايز هدف معين، حل لي المشكله دي تحديدا. انا عندي خجل، خلاص ما تودينيش بقى خجل جه منين ونقعد نحكي وشيزلونج وبتاع. يا عم انا عندي خجل، اديني تولز، نفس ببطء، مش عارف فكر ان تخيل اللي قدامك ده ما اعرفش حد تعرفه، مش عارف ايه، اتدرب 10 مرات، غمض عينك وتخيل الموقف مش عارف كذا. هو حسب المشكله اللي جاي بيها اظن، وحسب الشخص، حسب الشخص بتفرق. يعني ممكن نفس الشكوى وكل واحد طبيعته هو عايز شيزلونج ويحكي عن قبل كده. في واحد عملي يديني حاجه عمليه ان انا مش عايز انبش في الماضي وبتاع واديني، فحسب كل شخص. فدي فعلا الرحله اللي قطعها السودو ساينس للساينس. بس اتفضل. واسف للاطاله والله يعني. لا يا فندم ازيك؟ الاستاذ طبعا. حضرتك بالتاكيد من حضرتك حقك، بقى انا هقول ستيتمنتس طبعا، وانت من حقك تصلح. اي حد دارس زي ما باشمهندس بقى الاوتلوك او وبعد كده بيدرس علم نفس ريجاردلس، الميزه هنا انه بيقدر يميز لما بيجي حاجه معينه. اوكي نفترض مرتبط بكورتيزول والهايبوثالاموس راحت منزله على الانسولين، بلاش تتابع الصور زي الكوبايه اللي عندك. انا بحط ناس بتتقطع وناس بتروح، ما هو بالتاكيد الريبيتيشن ده بيرسم. ده قصدي اللي بيساعد لو انت عندك خلفيه علميه ايا ما كانت، لما حد بيجي، انا اسف في الكلمه كده، الزوايا بتاعته بتحلف، لا ده مش عارف بالظبط هرمونال وايز وتركيب وايز حتى فرويد مع الناس اللي عندها مع الاحترام هشاشه نفسيه فلازم هترجع لورا. اللي عندها صلابه ان هو بتضربه النهارده وروح ناطط ده مش معاك صح. فالبرسبشن فاي حاجه مهما كان له نظريه هترجع لاساس علمي هتعرف ايه الصح والغلط. انما لو مفيش اساس علمي سهل جدا. ايوه اتفضل حضرتك. اتفضل. تمام. حضرتك عايز تعقب عليه ولا خلاص؟ كلام صح. انا مبسوطه قوي بوجودي معاكم النهارده، ومبسوطه ان انا اتعرفت على حضرتك يا دكتور. ربنا يخليك. انا اسمي آية احمد، انا في كليه اداب تعليم مجمل ترم سابع. ده بالنسبه انا ما قدرتش اتعلم او اخلص تعليم على طول بسبب ظروف كتير قوي في حياتي حصلت لي، بس انا بحب التعليم قوي. كنت انا عايزه ابقى اعالج نفسي اولا واعرف اتعامل مع نفسي علشان نفسي، عشان عايزه ابقى عايشه حياه مبسوطه، عايشه اعرف اعيش اصلا ايه انا عايشه ليه، مش فاهمه كل ده. دورت كتير قوي، ما كنتش عارفه المفروض ادرس ايه واوصل لايه واعمل ايه، بس من كتر الحاجات اللي حوالينا اللي هي انا شايفاها ميزه وعيب في نفس الوقت. البني ادم اوقات بيبقى مشتت، انا مش عارفه امشي في انهي طريق، مش عارفه اعمل ايه، وفي نفس الوقت انا اوقات بعرف الحاجه اللي انا عايزاها، بعرف امشي وانجح في الحاجه اللي انا نفسي فيها وبتمناها. فانا شايفه انا 28 سنه، انا لسه بدرس، شايفه ان انا خدت ريسك كبير قوي قوي ان انا اقدر اعمل ده وانا زوجه وام. فكنت حابه ان انا اتعلم من حضرتك حاجات كتيره جدا، يعني انا بحب اي حاجه اصلا من حضرتك انا باجي احضرها عموما. منورت. شكرا. فانا دلوقتي اللي عايزه اعمله ان انا لما بقيت انا حد احسن، فهمت نفسي، عرفت اتعامل مع ظروفي ومع حياتي، وعرفت ان انا اطور من نفسي في بيئه للاسف انا ما كنتش مرفهه او التعليم بيجي لي لحد عندي، لا انا سعيت في ده وتعبت لده كتير جدا. حاليا انا عملت زي دفتر يومي، حابه ان حضرتك تشوفه ممكن لما نخلص. طبعا. شكرا جدا. طبعا. البطاريه تقريبا اشتغلت؟
اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هو انا اول كتاب قريته لك كان كيف تصبح انسانا. الصبح كده ببص على الحاجات اللي انا كنت معلمه عليها، انا تقريبا قريهم من 2016. الانسان بعد التحديث ده كان بالنسبه لي يعني كتاب جميل قوي، كان 2018. وقعدت اقرا اجابات الاسئله اللي انت كنت حاططها، من احلى الحاجات في كتبك الرسومات فعلا للاسئله، يعني بتخليني كده مش بس بقرا كلام فصل ورا فصل واحس ان انا يعني نسيت او تهت او اتشتت. فدي نقطه قوه دايما في الكتب بتاعتك ما شاء الله. الفصول اللي بتعجبني دايما تطور العلاقه الزوجيه، يعني فعلا كنت بتشرحها بشكل يعني فكره ان يبقى زوج وزوج عندهم حاجات مشتركه، ويبقى في يعني الفهم بالعلاقه هي انهي نوع، فكره العلاقه القبيله ولا المستعيره، فعلا خليت الواحد بص للموضوع من منظور مختلف. وقريت معظم الكتب الثانيه بس هم دول اللي بدات بيهم يعني. فحابه اعرف كتاب ليك انت من اللي كتبتهم كلهم ايه؟ ده كان سؤال حاطه. برافو عليك. ده من احب الكتب اللي انت ماسكاها، من احب الكتب دي يعني. هو فعلا من اكثر الكتب اللي بتخلي الواحد فعلا يفكر في حاجات حتى يعني ما فكرش فيها بالشكل كده. اقرا حتى السعاده، فدايما كل برضه كتبك بتكتب فيها السعاده بمنظور مختلف، بمنظور بسيط، من غير ما يبقى الموضوع معقد، من غير ما الموضوع يبقى فعلا لازم الواحد يعمل حاجات كبيره جدا. فانا فعلا وقت ما قريت الكتب دي كنت يعني في اشد الاحتياج ده، ممكن ولادي اصغر شويه، وخلاني افهم عن نفسي كتير، لان حتى كم الحاجات اللي انا مدوناها ومعلماها وبعدين يعني كان نفسي اعملها، واجي بعد كده النهارده اقرا اقول ايه ده انا كنت معلمه. مثلا كان في صفحه الصبح قريتها حاجه عن الرياضه، ان انت تحط نفسك في مجتمع مثلا رياضي، او ان انت ناس ايجابيه، او ان انت تحط في ندوات ثقافيه، او الحاجات دي كلها. فانا ممكن وقت ما قريت 2016 كنت لسه ببدا، فدي في حد ذات الواحد لما يقرا ويحس ايه ده الحاجات اللي انا كنت بقراها ودي نفسي اعلم عليها كده، ان انا نفسي اعملها نفذتيها دلوقتي. نفذتها. ده حقيقي فعلا. فشكرا ليك جدا. ربنا يخليك. انت اللي شكرا. انا بشكرك للكلام وبشكر حضرتك والله على الكلام ده، يعني اللي بيفرق معايا جدا. يعني انا زي ما كنت بقول للدكتوره غاده، انا بره مصر يعني مش موجود، فدي بتبقى فرصه ان انا اعرف. مش انا والله. عايزين كل سنه كتاب. يا رب. لا بتطول. انا نفسي والله. بتطول علينا حضرتك. حاضر. كل سنتين كتاب. حاضر. بجد بيفرق والله. حاضر والله يعني قدر الامكان. حاضر والله. اتفضل يا عمر. انا مش عارف حضرتك يا فندم. اتفضل. انا سألت السؤال ده قبل كده كانت العلاقه لما عرفت الدكتور احمد خالد توفيق، هو الشخصيه دي قرب المايك شويه يا عمر. هو الشخصيه دي مدرب. انا كنت اتفرجت على الحاجات دي وما عرفتش الشخصيه دي. اعرفه شخصيا طبعا والله. هو مش عارف طريقته. انا كنت عايز اعرف بس حضرتك هو كان بيتعامل معاك ازاي كده؟ مثلا انا لما بلاحظ على شخص بشوف الناس اللي بتتعامل معايا كان بيتعامل ازاي. نفس الشيء ده برضه وانا بعمل نفس الكلام كده، وانا بعمل نفس الكلام. هو يعني انا ملاحظ بقى في كتاباته اللي هو كان مختلف. هو انت لما حضرتك بتتعامل معاه كان هو كان عامل ازاي؟ بس ذكرياتك معاه عامه. حاضر. كنا ناخد دكتور المايك. احمد خالد توفيق يعني من اكثر الناس المتواضعين اللي عرفتهم في حياتي، يعني دي اقدر اشاهدها بشكل يعني لدرجه ان هو كان استاذ جامعي وراجل علق البطاريه بتفصل على فكره. ممكن لو سمحت. شكرا. فهو كان يعني استاذ جامعي، وكان بتربطنا صداقه، وهو بيكتب عنها وبيوصفها بانها صداقه وانا لسه طالب في الكليه. يعني شوف لدرجه التواضع بتاع الراجل. وكان بيعلق على الشغل بتاعي وكتب عني اكتر من مره. وكان بيجي من القاهره، انتوا اكيد عارفين الموضوع ده، بيجي من طنطا للقاهره عشان حفل توقيع كاتب مغمور، او عشان فرح واحد ممثل لسه بيبدا، او يحضر عرض مسرحي لفرقه مغموره بتعمل روايات. فكان راجل يعني من الناحيه دي اتعلمت منه جانب ان التكبر ده مش حاجه حلوه، ان الانسان لازم طول الوقت يحس ان لا انا مش اعظم حاجه. وساعدني جدا جدا في الماجستير، يعني من الناس
يعني يعني ككاتب، يعني كاستاذ جامعي، يعني الكتابه الاكاديميه وازاي اكتب المراجع والحاجات دي كان هو له دور في ده، وكتب هو برضه عن ده. هل هو مكتئب؟ لا مش مكتئب، بس كان واسع يعني الثقافه. كتاباته الى حد ما يعني الناس بتقول تتسم بلاك بالسوداويه شويه. بلاك هيومر، يعني تقدر تخليها بلاك هيومر. الشخصيات آه. بتاعته شخصيات غير تقليديه بشكل من الاشكال. ممكن المقالات اللي كانت هي اللي ادت الانطباع ده، ان هو ما كانش مبسوط من الاوضاع اللي حاصله وما اعرفش ايه، فكان يمكن فيها جانب متشائم شويه بقدر ما، لكن هو ساخر برضه، يعني ما تقدرش تنكر ان هو كتابته ساخره في كل الضلمه اللي بتحصل مقالات دي. ساخره ومقالات ساخره من اظرف ما يمكن. رفعت اسماعيل مكحكح اللي بيجري ورا الحاجات اللي بيجري وراه، كل شويه يقول ملحوظه ساخره كده في النص، في كودس دمها خفيف جدا طول الوقت بتلاقيها في المقولات بتاعته. فلا مش مكتئب يعني، بس كان متشائم يمكن اللفظ. هو نفسه. انا عرفت واحد ده كتب اللي هو كتب اللي هو كانت مع دار نشر كمان. طيب شقابيب 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 يوتوبيا. ايوه بس هو كان الثلاثه دول كان في نوع من سوداويه شويه. تمام. هو دكتور احمد خالد توفيق اللي عايز يقرا له برضه هو كتب في كذا حاجه، يعني في كتب للشباب، الكتب ما وراء الطبيعه والسلاسل اللي هي كانت رائجه في الفتره دي موجهه للشباب، دي اللي خلت الناس فعلا تحب القرايه فعلا. هو ودكتور نبيل فاروق. دكتور نبيل فاروق برضه ربطني بيه علاقه جميله جدا، والراجل على فكره في غايه الجمال. يعني قابلته حضرتك؟ قابلته؟ طبعا في الرحاب عنده جميل، الله يرحمه. يا رب. فهم الاثنين لهم دور كبير في المنطقه دي، اللي هو الشباب الصغير اللي ما بيحبش يقرا هيقعد. يعني حتى كان الدكتور محمد فتحي كان قايل لفظ حلو قوي، ان هو لسه فاكر لما جاب الروايه دي وفرح الروايه الصغيره دي، وفرح ان هو قدر لاول مره يقراها ويخلصها كلها. يعني احساس الانجاز وهو طفل صغير، ان انا قريت دي كلها وخلصتها من غلاف لغلاف، دي كان احساس اول مره احسه مع الاثنين دول. فما نحاولش ان احنا نخلي الروايات دي مقياس ان يعني ندخله في حته مش منطقيه. وعنده حاجات ثانيه كان بيكتبها في مجلات، مقالات، سلاسل. www دي كانت بتنزل مسلسله اظن في موقع روايتي او حاجه كده، كانت هي حاجات مسلسله. الان نفتح الصندوق، الغرفه مش عارف 500 مش فاكر كام حاجه وسبعه. دي كانت برضه مسلسله في مجله. فبرضه لما تيجي تقراها على بعضها كده لا لازم تحط في بالك ان دي كان لقراء مجله ما هياش حاجه. لكن الروايات بقى اللي عملها شقابيب مثلا او يوتوبيا فيها سوداويه طبعا يعني. ديستوبيا هو ديستوبيا. انا بتخيل واقع سوداوي، هي كده بس جميله. دي ادب يعني. هو من حقه يكتب حاجه ادبيه وعايز يخرج بره النطاق اللي هو بيكتب فيه في الحاجات الثانيه، فهو بيجرب الوان ادبيه مختلفه، بيستعرض قدراته في حاجات مختلفه. يعني انت لو عايز تشوف بقى حاجات كئيبه بقى، ديستوبيا كئيبه، في حاجات تكئب يعني. 1948 84 مثلا عطارد مثلا بتاعت عطارد مثلا كئيبه بشكل جابت لي كوابيس عطارد. ممر الفئران. طبعا ممر الفئران. هتلاقي صنع الله ابراهيم مثلا له ذات، لا مش ذات، شرف في السجن اظن. الولد في السجن ظلم وحياته في السجن عامله ازاي، يعني بتكئب يعني. فدي من قدرات الاديب ان هو بيعبر عن انفعالات مختلفه، عن حاجات كده. بس هو شخصيا لا اؤكد لك ما كانش مكتئب، لا خالص خالص خالص، راجل زي العسل يعني. الله يرحمه متواضع، ويمكن قد يكون متشائم او شيء بشكل من الاشكال يعني. اتفضل. عندي 3 تعليقات. طب ممكن حاجه تعلي صوتك شويه؟ ده مش سامعين كده. اول حاجه انا بادئ من كتاب الناس من خلق الانبياء. تمام. القصه ورغبتي والمراهقه بتاعتي والشباب وكل حاجه مع الكتب بتاعتك. تمام. ثانك يو. ربنا يخليك. بفكك الكتب الاكاديميه اللي هي حرفيا مدرسه. دي اول تعليق، وشكرا على الكتب الاكاديميه اللي انت بتعملها. ثاني حاجه بالنسبه ما بين التطوير نفسه ما بين جيفري يونغ ونظريه السكيما، فده تطور انا شايف تطور ده انسجام. حاجات ان احنا تطورنا كسودو ساينس، بقينا الحمد لله بقينا على مشارف ان احنا عايز تعليقك على ده، خاصه ان انت من الوجهه الثانيه ان انت درست اكاديميك بره، ان كل اللي بيدرسوا لنا السكيما ناس متخصصه في مصر، طبيعي ان هو يقول لنا كل الناس منبهره بالسكيما، فاحنا عايزين وجهه النظر الثانيه. ثالث حاجه لو عايزين بقى ندرس السايكولوجي بره مصر،
لو تدينا شويه زي تيبس عن تيبس طب حاضر حاضر عشان المنح عشان احنا المجال بتاعنا غالبا هم ما بيسالوش عننا اصلا في المنح. المجال المجال العلم نفسه خريج الكليه وهذا بالنسبه لي كتير في مصر. تمام شكرا. طب مين هيحاسب على التوصيل ده؟ شكرا يا دكتور. اولا شكرا رحله طويله، يعني ارجو ان الواحد يكون بيطور نفسه بشكل ما بحيث ان في جديد يعني. الحمد لله طبعا يعني الحمد لله الحمد لله. بالنسبه برضه لعلم النفس، انا شايف في مصر ان معالجين كتير وثيرابيست كتير في مصر معتمدين على السايكو اناليسيس والحاجات اللي هي بتصنف بالمودرن ساينس انها سودو ساينس. الموضوع ده ميزه وعيب، يعني بره شايفين يعني مثلا دكتور رخاوي مثلا، دكتور رخاوي ما كانش كان اصلا ايه لما كنت اقول له تعليق مثلا اقول له الموضوع ما فيش تجربه علميه اتعملت عليه، اوكي والله مره انا فاكر باللفظ قلت له الموضوع ده في تجربه علميه اتعملت، قال لي تجربه استنى اسكت مش عارف ايه، قلت له ايه؟ قال لي لما تيجي تتكلم عن ظاهره القلق، واحد مثلا بيتكلم في بابليك سبيكينج وقلق ومش عارف ايه، انت القلق ده ما ينفعش تقيسه بعدد قطرات العرق اللي نازله ولا تلعثم كم مره. في تجربه القلق نفسها دي تجربه انسانيه ثريه تتعلمها من الادب والفن، يعني شوف لدرجه يعني انت تقرا في الادب والفن عشان تفهم الشخص ده بيعاني من ايه. انت فاهم قصدي؟ يعني في ناس من اللي بيهاجموا علم النفس الايجابي والعلوم الانسانيه الحديثه اللي بتاخد حاجات ادوات منضبطه، اوكي؟ ده له ميزه وعيب. قال لك انت جردت الانسان من انسانيته، انت خليته مجرد رقم ضمن مثلا انا بجرب دواء ولا بجرب ميثود ولا مش عارف ايه، لو نفعت مع 90% من الناس خلاص انت كده زي الفل يا باشا، التجربه دي تمام نجحت ومش عارف. طب يا عم ال 10% دول مش ناس بني ادمين تقعد تتكلم معاهم، افهم كل واحد ايه اللي حصل معاه، ايه اللي ما حصلش معاه، ايه غوص جوه يعني فاهم ازاي؟ الحاجات الكيفيه انقرضت من الابحاث الحديثه، مش موجوده كتير، مش يعني قليله قوي قوي، في حين الحاجات الكميه موجوده اغلب الدراسات. فانت بما انك في مصر استغل النقطه دي لانها نقطه قوه مش موجوده عند الناس بره. الناس شويه ضمرت عندهم عضله الحاجات الكيفيه دي بقى بارقام وبتاع يعني ما الموضوع وتشارتس وما اعرفش ايه، فخليك حافظ عليها، وده لا يمنع ان انت تدخل برضو تعرف الميثودولوجي العلميه الحديثه وازاي تعمل تجربه علميه منضبطه، وازاي ان انت تشوف النماذج الاحصائيه او مين ممكن يساعدك في القصه ان انت تشوف التجربه دي نجحت ولا لا، وتشرحها وتشوف الليترتشر ريفيو قال في الحاجات دي الموضوع ازاي عشان تفهم القصه تبقى في المنطقتين مع بعض. في ناس بتقول ان العلم النفس دخل في منطقه الارقام والحسابات دي عشان شركات التامين. بالظبط عشان شركه التامين تقول لك هو عنده اكتئاب بنسبه كام في الميه؟ ده 70% اكتئاب، لا والله احنا بنغطي 80% حاجات كده. احنا بنغطي والله لو عنده 80 شارت جاوب احنا، فتحولوا الموضوع للنيوميريكال. فيعني حاول برضو لا تروحش المنطقه دي كتير، تتعلم ازاي الميثودولوجيز الحديثه. انا اللي اعرفه اللي انا شايفك والله يا ياسمين سؤال فاللي انا اعرفه يونيفرسيتي اوف ايست لندن تقدر تتواصل معاهم لان عندهم برامج عن بعد ان انت تقدر، وهي جامعه بريطانيه، يعني لو رحت بالشهاده بتاعتك للبريتش كونسل هيطلع لك ورقه يقول لك دي شهاده معتمده ماجستير معتمد من انجلترا، ودي جامعه حكوميه، الحكومه البريطانيه بتعتمد معتمده من عندهم. ده اللي اقدر ده اللي اعرفه. ده اللي عندي، ده اللي معايا، واخد بالك؟ وعندهم ناس كويسين جدا، ويعني ما اعرفش التخصص اللي انت عايز تدخله، بس جرب يونيفرسيتي اوف ايست لندن، دي اقتراح يعني. انت سؤال تترجم بالانجليزي، اوكي. في دار نشر كنديه بعتوا لي درافتس اوريدي، ترجموا 4 كتب من كتبي وهتتنشر قريب، يعني ده يعني معايا الPDF بتاعهم لو عايزين تبصوا موجود، بس لسه ده خبر جميل جدا. الف مبروك حصريا النهارده. لماذا لا كتاب انسان بعد التحديث، السعاده الواقعيه، لماذا يريد الرجل وترفض المراه. دول ترجموا انجليزي بالفعل، وبراجع الحاجات وبعمل ابديتس. هل سيكون لهم نفس التاثير على القارئ عندما يتم ترجمته من لغات اخرى؟
سؤال خضنا فيه كتير من النقاشات، لان كتاب زي انسان بعد التحديث مثلا بيخاطب القارئ العربي. هتلاقي الفصل بتاع التدين مثلا والتطرف ومش عارف ايه جايب امثله من حاجات من التراث وحاجات ما اعرفش ايه، فهل القارئ الغربي هيفهم الموضوع ده ولا لا؟ فقعدنا نتكلم وقريت الكتاب تاني بعين غربيه، لقيت الموضوع لطيف. يعني ده يا عم كاتب عربي فبيتكلم الكالتشر بتاعته فتمام، يعني ما اديتش صوره سيئه. لا انا يعني انا من الكتاب ده جبت امثله من التراث ان يا جماعه التطرف ده وحش. يعني الاصوات لا يسمع ليها بقى طبعا، لان في اصوات ثانيه هي اللي مركزين معاها، لا في عندنا اصوات ثانيه بتقول ان التفكير وما تخليك مستقل في تفكيرك، وان لازم تبص للادله ما تبصش لتنساق ورا شخص وتسمعه عمياني والكلام ده. فالكلام ده شكله كويس قدام الناس لما يروح لهم شكله كويس. وخففت بعض العبارات بحيث ما بينش ان دي يعني استشهدت مثلا بواحد متطرف مثلا في الكتاب، فاحنا فاهمين احنا كعرب ومسلمين يعني فاهمين ان الشخص ده متطرف، لكن كقارئ غربي هو مش فاهم ده مين. هل ده الاسلاميك سكولر هو متطرف كده اكستريمست؟ فانا حطيت توضيح بقى ان ده فلان فلاني كذا كذا كذا، فغيرت شويه في الترجمه بحيث يبان للقارئ الغربي ان الموضوع كذا يعني. ان شاء الله يستقبلها بشكل كويس. فالاجابه الترجم ان شاء الله هينزل امتى بقى لسه مش عارفين. ألف مبروك، خبر جميل جدا النهارده، وإن شاء الله نشوف كتابات حضرتك في لغات أخرى، ومهم إن القارئ الأجنبي يتعرف على كتابنا المصريين المميزين زي حضرتك. إن شاء الله. آخر سؤال بقى، حابين نعرف الموضوع اللي حضرتك لسه حابب تكتب فيه، ويا ترى هل في موضوعات انت بتشوفها تتقدم ككتابه افضل، وموضوعات اخرى كمحتوى بصري؟ احنا بنشوف طبعا فيديوهات حضرتك بتنزلها على السوشيال ميديا بتبقى قصيره وانتو ذا بوينت. ايه الموضوع القادم وايه العمل القادم لو حابب تقول يعني؟ حاضر. لا والله هو انا خلصت من قريب يعني خلصت روايه. الموضوع اللي شاغلني المستقبل، يعني الذكاء الصناعي انا بحب اقول الصناعي مش الاصطناعي على فكره، يعني وليه هم ليه بيقولوا كده؟ بيقولوها اصطناعي ليه بقى؟ يعني بص الراجل المترجم قال لك صناعي دي يعني اندستريال، يعني اللي هو مصنع بقى وبتاع شيء مصنع، شيء صناعه بقى وخط انتاج وبتاع، فده صناعه. انما اصطناعي اللي هو ارتفيشال. فده كلام ماشي لطيف جدا في كتابه اكاديميه بتكتب بحث، انما ما تقوليش وانا قاعد في القهوه بكلم صحابي اقول لهم ازاي بصوا تطبيق الذكاء الاصطناعي الجديد اللي دمها تقيل جدا وسخيفه. ثم احنا في العرب تقيله قوي. ثم في نقطتين، يعني اول حاجه احنا بنقول القمر الصناعي مبدئيا كله ما بنقولش قمر اصطناعي، وما هوش اندستريال، هو يعني هو ساتلايت اساسا ملوش علاقه بالارتفيشال ولا بتاع، هو مفهوم ان ده قمر صناعي خلاص اصطلح عليه. وتاني حاجه ان ما هو ما فيش حاجه اسمها ذكاء صناعي وذكاء اصطناعي عشان نخلط ما بينهم، يعني ما فيش حاجه اسمها اندستريال انتليجنس، هو حاجه واحده، ما فيش اصلا حاجه اسمها كده. فانا لما بقول فانا لما بقول لك ذكاء صناعي انت فاهم انا قصدي ايه خلاص. وغير ان وقعها تقيل في العاميه، فما تعلمنيش اقول عاميه ازاي. لما ابقى بتكلم بلغه عربيه فصحى وبكتب بحث اكاديمي، عشان في الفيديوهات في ناس بتقول لي انت بتقول ذكاء صناعي ليه؟ هو اسمه اصطناعي. لا انا بتكلم عاميه، انا حر بقى، وما هياش كلمه انجليزي بنطقها غلط، لا انا بتكلم عربي وانا معترض على الترجمه. طيب لو ممكن تقول لنا نبذه عن الروايه. طيب الموضوع اللي شاغلني الدكتوره بتقول نبذه عن عايزين نعرف نبذه عن الروايه، وطبعا احنا متشوقين نعرف الروائي شريف عرفة هيقدم ايه. تجربه جديده تماما. تجربه جديده تماما وربنا يستر. هو جت من الموضوع اللي عايز اقدمه فيما هو قادم، المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي. فلقيت ان ممكن في صيغه روائيه كده اعمل حاجه واحد عايش في المستقبل وشكل المستقبل عامل ازاي وبنحط تحديات معينه وما اعرفش ايه. فتجربه كده ما كانتش هتطلع في كتاب، فقلت اطلعها جيت اوت اوف ماي سيستم ونشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي. وبيقراها بعض الاصدقاء الروائيين، يعني مش هقول اساميهم الا لما الكتاب ينزل وينجح، فهقول لا فلان والله قرا معايا عشان ما نلبسهمش يعني اديهم سمعه سيئه يعني. فتجربه جديده مش عارف لسه هنزلها امتى، لسه لما اطمئن ان الموضوع تمام وشغال بشكل كويس. والكتاب اللي جاي هيكون حاجه برضه مستقبليه، الصحه النفسيه في المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي لما الارتفيشال انتليجنس ينتشر، لما يبقى في علاقات ما بين الناس والذكاء الصناعي مع الآلة، علاقات انسانيه بين الانسان والاله. وده على فكره موجود وفي ابحاث بتنشر في الموضوع ده، وفي حاجات حاجات شايفها مثيره للاهتمام حتى على سبيل المعرفه، ان انت تشوف يا ده في الموضوع ده بيحصل دلوقتي وبتاع. فدي انا شايف الانسان يستعد للمستقبل، خصوصا ان سوق العمل هيتغير،
خصوصا ان في حاجات كتير بتتغير، العلاقات الانسانيه بتختلف، وبنيه الاقتصاد كله وبنيه بيئه العمل وسوق العمل كله هيتشقلب راسا على عقب، وبشكل المفروض الانسان يحافظ على انسانيته وسط الاعصار القادم يعني. فده كتاب شغال عليه دلوقتي. وبالنسبه للمحتوى البصري ولا مكتوب، انا افضل مكتوب اصلا. ودي ان انا اكتب كل حاجه اسهل من اعتقد من هو مش البشر. اسهل بس بياخد بيدي سيتنج فرصة. بقى وتصوير ومونتاج هو مش اسهل لكن بيدي مساحه ان انا افرد اللي عايز تقوله. انما في الفيديو انا مضطر ان انا اختزل ومش عارف ايه، الموضوع لو وصل 10 دقائق محدش هيشوفه، لا لازم تخليه 5 دقائق، فاحيانا الفكره بتبقى غير مكتمله، احيانا الناس بتوع المونتاج يقطعوا الريل ينزل دقيقه فيقول واحد يعلق يقول ايه ده الكلام ده مش مظبوط. طب يا عم انا قايل اللي يشوف الحلقه كامله، انا قايل بعد كده وبتاع، فمشاكلها اكتر من المكتبه، لكن الناس مش عايزه تقرا، فخلاص ده وسيله انا مضطر ليها. تمام. خبرين حلوين جدا النهارده، ترجمه كتب دكتور شريف للانجليزيه وصدور ان شاء الله اول روايه له. هنشوف بقى نسبه السرد للحوار والبناء الشخصيات والنقد وكل النقد الروائي. بالتوفيق دايما دكتور شريف، وحقيقي احنا استمتعنا جدا بالحوار مع حضرتك النهارده. دايما الوعي ومحاوله فهم ذواتنا وان احنا نطور من نفسنا ونكون زي ما بيقولوا نسخه افضل ونعيش الحياه باتزان وسعاده، ده شيء مهم جدا. كتابات دكتور شريف بتعرفنا على ده. كل الشكر لحضرتك على وقتك الثمين وهذا اللقاء الجميل. شكرا جزيلا تطبيق اخضر على تنظيم هذه الندوه، وشكرا للاستضافه ومكتبه ديوان العزيزه. كل الشكر لحضراتكم، والكلمه الاخيره لدكتور شريف. انا بس بشكر حضراتكم واسف على الاطاله وشرفتوني، وانا سعيد جدا 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 ان قابلت حضراتكم، واتمنى اللي جاي يكون لطيف يعني يعجبكم يا رب ينال اعجابكم. شكرا جزيلا وشكرا على خير. حاليا في فقره التكريم من تطبيق اخضر لدكتور شريف. نتصور بيها بقى خلا كده كده خليه تصل عليها كده تمام. شكرا يا سيدي، ربنا يخليك. شكرا للدعم، شكرا جزيلا، ربنا يكرمك يا رب. شكرا. ممكن نتصور يا دكتور؟ اللي عايز من حضراتكم يحصل على دكتور شريف يتصور معاك اتفضل. شكرا جزيلا لحضرتك.